بلا بحطه منيح طيب. حط مرة هذا. بحط هاي انا خيي. شوفي شو بيك خيي؟ شو بهيك يا برو؟ شو بيك يا برو؟ انت قديش تقتلنا من 10؟ يعني 9.5 9.3 هيك شي. بدنا غنية جديدة مش فاضي. بس حنزلكن اغاني الفترة الجاية، ما هعمل شي تاني، اغاني وكليبات بس. قديه بحبكم من 10 مليار. كل عام وانت بخير مافي. عبالي اسرد اسئلة عميقة، تفضلي اسألي اسئلة عميقة. انت بتكرهني شي؟ لا انا ما بكره حدا، انا والله ما بكره حدا. خدودك راحت عالتعب والشغل. لو الكلمة واللحن هن اللي رح يبقوا بعدنا شوية، الجملة اللي بتمنى الأجيال القادمة تقراها بقلب ألحانك وتعرف إنه كانت بتشبهك. Good question. ما في ينتمي للويل، بس هي أكتر جملة عبالي خلدها يعني. نورت إليه وبرني اللي رب اللي خلقك حباب. حبكي؟ قالوا لي تعال حدي. تعال حدي يا بروز. مرحبا يا حلوين. هاي يا كابر. قلنا عم نشرب نسكافيه لحالنا من نادي 14,000 بني آدم على اللايف. اشرب معنا نسكافيه وتتغزلوا فيه شوي وترفعوا لي معنوياتي، لأنه أنا مكتئب كرمالكم بسبب الأغاني كأبتوني، فأنتوا لازم تعملوا لي العوض. بين صراع الأجيال وبين صراعك مع حالك، مين اللي عم ينتصر بكل غنية جديدة عم تطلع للناس؟ أنتوا عم ينتصر، لا أنا ولا صراع الأجيال ولا حالي ولا حدا ولا اليون. الوحيد المنتصر هو اللي أنتوا اللي عم تسمعوا مبسوطين، نحن عم نتعب. حبيبي يا طارق ورني ربك. طريقة صياغة الأولية لأي تراك بتعمله تغيرت صياغتها بعد العمق اللي صار موجود ونضج أكتر. ليك بشتغل الغنية، يعني كل مرة بكتب الغنية بناء على فكرة مختلفة عن اللي قبلها. بشتغل شوي بطريقة عشوائية، مرة بقوله افتح بيانو خليني اكتب ولحن، مرة بتخطر عبالي فكرة بجرب نفذها، مرة توزيع بيوحيلي بشي، بس انه بالنهاية بوصل فكرتي او احساس معين. والاغاني بتختلف، بين احيانا بيكون عندك فكرة موسيقية، احيانا بيكون عندك شعور، لهيك من هون تنطلع الافكار. عادي اعرف ليش وماشي، بحس ما بتثبت على ستايل معين. انه ما في شيء اسمه نمط الشامي او نمط، انا النمط، يعني قصدي انه اللي بقدمه فبيكون بيشبهني. فهمت انه ما بحب الفنان يتأيد بشيء معين، بحب الفنان يكون حقيقي اكتر مع فكرة الموسيقى. انت مريقل، انا عسل. جربت العصبة التونسية؟ لا والله. شو هي العصبة التونسية؟ سمعان فيها؟ لا والله. بس بشيل جرب، من احلى تجارب حياتي كل شي صار بتونس. هاي جربها. انا مكتئب يا جماعة، انا حزين، خزان حزان. مرتضى برني ربه لاف يو. هلا بتزعل ما حدا يقلد ستايل اغانيك؟ لا يا خيي قلدوا، بالعكس هذا
نجاح، هذا التأثير. ليه حلقة دقنك؟ ما بعرف، صار وجهك نظيف بعد الحلاقة. ايه كان مجوي. كلمة سيئة حبيبي. كانوا عم يتسألوا علينا بكلمة سيئة تونسية. يا زعران. خلص. حبيبي يا يوسف يوبرني ربك. في حدا بيكون الشامي وبيكتئب؟ good question. ما هو ناقص. آي 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 آي. يا أمي يا أمي، مو ناوي تتزوج بدنا فعاليات. لك يا أخي، لك يا أخي شو اسمي الشامي بيوتي أنا. اتجوز أعمل لك فعاليات؟ ما حتشوف ضفرة لمرتي أنت يا زعل. ما حتتجوز أعمل لي فعاليات أرقص على تيك توك أنا ومرتي حباب، وبعدين نطلق وإنه ارجعوا لبعض بوس ايديكم تعملوا لنا تصاميم وهيك حركات. لا تورني أنا مرتي بغير محل إن شاء الله بس تيجي يعني. إنه فينا نطلع فيكم تعرفوها، بس إنه ما في فعاليات. طلع من حياتي. سقفي عمل لك غنية واطلع تسأل عليك على اللايف. شو هاي الهايلايتر اخوي؟ شغلة خاصة بالتجميل. هايلايتر؟ ايه مش للشباب، بعتقد انه قال انا حاط هايلايتر يا اخي. بس شو هي؟ تفسر لي، حاسس حالي كتير اهبل هلا. حطه هون شيء بضوء هيك انه افتح. لمبة يعني؟ لا قل له يقوم يطلع لبرا. من قبل وين بتركيا كنت عايش؟ بحبك من لبنان. لك بموت عربكن انا، وكمان انا بحبك من لبنان. قصدي قرب من بعض يعني. هايلايتر لمع على العيون. هي لمعة حزن رئيس، انت مخربط. عم تحكوني عن الحزن. شامي كرمانجز انا اري. هلا فان التيك توكرز عايش عليك. ليه يا اخي؟ شو حكيت انا بشو غلطت بحق العالم؟ انا عم اقول بس انه انا مش هذا محتواي بالحياة. انه انا عرفت شو قصدي. الو ايه يلا ما تعتلهم. بحكيك انا خيي. حاليا بحسهم يعني عرفت انه بحسهم عم بيرفعوا لك معنوياتك كل الوقت. ما بصدقكم انا. ما بعد لي حاليا حاسكم شفقانين. عرفت انه هذا اللي حاليا امرنا لله. حاليا الدبس. حلو. حاليا الدبس. هل هناك اغنية من اغانيك بتحبها كتير؟ لا ولا واحدة. لسه ان شاء الله بالمستقبل ممكن اعمل واحدة هيك حبة. عامل حواجبك ايه بالليزر، وبهي شو اسمه الشماعة ما تفهم. فول بادي ليزر. فول بادي ليزر عاملها. يا غالي وانا ولي حالي. بس هالجملة بالغلط يعني. لا مش بالغلط شوي يعني، بس انه مالي قادر ما اغنيها. انت صاير كتير بشع على فكرة. بلشنا فتنا بالحقيقة. هلا فتنا بالحقيقة يا خيي. من الاول احكونا هيك. طرابيش ما بدها. نحبك من مصر. موت عليكم من مصر. لا موت عليكم من هون لمصر. ورني ربكم. بس انه شو هالقرار اللي طلعت فيه انستغرام فجأة انه ما فيك تدخن على اللايف؟ شو تقييد الحريات هذا اللي احنا عايشين فيه؟ جد؟
غير بتعرف ممنوع حتى لو كنت شامي، تخيل. قمع هذا اسمه. برهوم يقبرني اللي خلو يا خي. كتاب حياتي يا عين. بليز خد وضعية بدي صورك. أبو بدي صور بعد شوي. ليك تعبان وشي والله. علي الطلاق هي مو حياة. علي الطلاق بالثلاثة هي مو حياة. حيك حسان يقبرني ربه. هذا صغرانين ميرسي. شو نوع دخانك؟ شو راح تصير فيه؟ عطله رقمي اليوم. صاير بشع تعباني بحبك من سوريا. يقبرني ربك. موت عليك يا حبي انا. يقبرني اللي خلقك. طب ما تريد الألبوم يلا بإذن الله عم نشتغل عليه. بتكلم مصري. هو كده يا حسني؟ طب طلقني. يا برو مش حافظ غير انا. هو فيني غني غنية مصرية. عبود برهوم باللايف. يقبرني ربه. هلا قبل شوي سلمت عليه. وينه البرهوم؟ لا عن جد حليان. اخي شو بدي خبرك، هي هيك حياة المشاهير يعني. هي هيك صعبة اول كم سنة بعدين تصير رواق. كترانية حمادات مع انه غطى عليكم والله انكم اوفياء عم تفاجئوني. 17,000 وصار لي فترة غايب عنكم. بعيونكم لمعت وفا. عمرك شايف هيك جمهور انت؟ لا والله. والله ما في منكم. قبرني ربكم. تستاهل غنية لغنية شوي عليك. حلقة شعرك لا بس مالي مزبطه اليوم. اصلا عم نام بالاستديو. اليان حيقلاني. خلص. انت عبود شو نسيت انه انا يعني بتذكر الحياة اللي هي لما افتح لايف او بشوفكم بشي حفلة. غير هيك بحياتي اليومية بنسى. وحياة امي انه بعيش حياتي الطبيعية. بنسى شو بعمل بالحياة. تعلمنا منك الوفا. لك يقبرني ربكم. لك يقبرني قصصكم. طق 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 يقبرني الله. انت وينك بلبنان؟ لبنان اللي فيني. عندك شك بوفائنا؟ لا والله ما عندي شك. عالدم سوا. حق صوتي اللي دوا ما بيع ولا خون والعشرة متهون لو عأزاي نو. وجار الزمن يا عيني باعوني اللي مني وفيني. سي الوفا اللي فيهم رشوا العتم يرويني. وتهوم يعلو لو خان رمل الأرض. أحلى فنان بشوفه بحياتي أنت والأخرس وتامر حسني مع بعض. ما أحلى فنان بشوفه بحياتي. فنان واحد. برني ربك. ما في سعر. شو هو السؤال اللي ما حدا سألك اياه وبتحس انه اجابته هي المفتاح الحقيقي لفهم الشامي كإنسان مش كفنان؟ شو هالأسئلة العميقة ولك يا اخوي؟ والله انا ابسط من هيك. بحس انه بحس بالعكس انا ممنون ومحظوظ انه الله بعت لي فانز بيقدروني كإنسان وكفنان. وهذا شيء كتير نادر بالفن. غالبا بالفن يعني يا بيكونوا كتير مركزين على الغنية تبعه. بيكونوا متعصبين لغنية الفنان. يا لشخصه بيكون أقل موهبة من حجمه لأنه بيقدروا على شخصه. بس كتير قليل ما يكون في جمهور الله يبعته للإنسان إنه بيقدر الشخص وبيقدر فنه. وأنا عندي إياهم الاثنين.
ما عندي شي فسره عن نفسي، وكتير شي مريح انه مش كل الوقت عم بتبرر نفسك لجمهورك وللناس اللي بيحبوك، لانه هن عرفوك وهن حافظينك وهن رواق معك، بدهم اياك تكون حقيقي وبس. علاش ما تجاوبش على الاسئله كل تتجاهل فينا يا توبريني؟ والله انا عم جرب جاوب بس انتو كتار، 17,000 شخص عم يسأل. منك جاي على الجزائر؟ بتشرف. ان شاء الله ممكن يكون عندي حفلة بالجزائر هالسنة. ان شاء الله هيك تخلص الحرب على خير وسلامة. تخلص الحرب على خير وسلامة، هيك بيقولوا صح؟ طبعا 100%. تخلص الحرب على خير وسلامة وينكف البلا ونرجع للحفلات الأمور بخير يا رب. ساري يا موهوب، حتنبسطوا كتير بذا فويس، عاملين اشياء كتير حلوة، معنا مواهب قد الدنيا، تجربة كتير حلوة. أنا وصغير لما تابع ذا فويس كيدز وين اطلع انه انا بحب كاظم الساهر كتير، عرفت؟ وانا قعدوني على الكرسي اللي كان قاعد عليه، عرفت؟ على شوي اول مرة عاد بدي، عرفت انه ناسي قداحة كاظم الساهر هون. عرفت؟ كنت ادور اذا نسيان له شي قصة تحتفظ فيها ذكرى انه كاظم الساهر كان قاعد هون. بدنا حفل بالجزائر عبود، والله بتشرف يورني ربكم قريبا. شو رايك تسكر بقى؟ بدنا ندرس. هلا انا صار لي شهرين غايب، ما عم تدرسوا، بس افتح لايف صرتكم بتحل عليكم الدراسه. اخذ دور معبدو، هلا بتحل عليكم الدراسه انتو. بليز قول راما راما، ورني ربك. عبود صيد ضحكة اغنياء، ايش تخبركم هيك حياة الشارع والوسائل والقصص، ورني ربكم. احراد ايه؟ ليه بدي احراد؟ تقبرني ربكم ما احلاكم. شعورك بعد ما اخذت لقب اول واصغر لجنة حكم بتاريخ ذا فويس؟ والله انه هي نعم من الله، بس انا كنت مركز اكتر على اني ادي مسؤوليتي اتجاه المواهب، اعطيهم حب، اعطيهم دعم. اللي انا ما سنحتني الفرصة اني اكون مشترك بدالهم، بس سنحتني الفرصة اني اعطيهم الدعم. فالالقاب واني اصغر مدرب صوت بتاريخ ذا فويس بالعالم وجنس وهيك، هي اشياء شرفية كتير مهمة بتشرف اي انسان. بس انا بركز اكتر على لب الموضوع اللي هو امل، طاقة للعالم، موهبة نضل ننميها، نقدم اغاني حلوة، نحترم مكاننا، نحترم جمهورنا. يعني انا هدول اللي بركز عليهم. اوف شامي رد، انا منى. لو كنت بإمكانك تختار غنية واحدة بتختصر كل اللي مريت فيه من تعب ونجاح، أي غنية بتكون؟ شوفي نجمك ماما، حست حالي كيوت أنا عمولة. شو؟ لا مش لا قول. الله بيغضب عليه اللي بفوت من الأعداء بيسبني باللايف، الحمادات بيفرموه. بفوت يعني مثل اللي فات لعندك على البيت يضربك، بفوتوا لعندي على اللايف ليحكوا علي، عرفت؟ فانه يلعبوا صنم. ايه تبع بتلاقي اكل كف من هون الزلمه، حمادي طلع له من تحت صلقه واحده على نيه ودغري. امتى بدك تعمل حفله بالعراق؟ بتشرف ان شاء الله. عنا وحده ببغداد يا رب، هيك بس تهدى الاوضاع. كسرنا الدنيا اخر مره ببغداد،
وإن شاء الله بنرجع بنكسر الدنيا يا رب. في كتير من تونس وما جاوبتهم والله يا تقبريني، ما عم لحق والله، ما عم لحق، عم جرب. برني رب تونس. ذكرني كلمة تونسية كنت معي أنت. برشا. بحبكم برشا. انتم مرجلينا هي خلص عرفوها وانا بعرفها. بحبكم برشا. الألبوم ايه ان شاء الله تحبوه، ان شاء الله يكون حلو، ان شاء الله يكون كل التعب بيوصل لقلوبكم وتحبوا اللي عم نشتغله. انا اكتشفت انه انا ما بفتح لايف غير لما اهلي يسافروا. هاي الحجة ام عبدو لقيتني عنكم تاركم معه بتبيع الطاقية. عرب مغرب. هوس يقبرني ربك، اشواق يا حبيبي. قول اسمي بليز وحازمك على كشري مصري. اوكي. بليز. كادي عمر 953. ايو تخطيت أزمة الثقة ولا لساك عالق؟ أنا رواق يعني، ما فيش أزمة ثقة فعلية، بس إنه هيك عندي دائرة ضيقة جدا بحياتي، ما كتير بحب الدائرة الاجتماعية الكبيرة اللي ما لها معنى. عندي رفقات قلال ومهمين. كارل أهم واحد من الحياة. من ربك. I love you. تتذكر HO44؟ ايه مادة كيميائية. في واحدة كتبت لي أول اسم بليز مرة بلايف اسمها HO44. مظبوط. هربان من كتاب كيمياء. طب قول هاجر حازمك على فول وطعمية. اوكي. خلاص بقى اقول بحبكم كلكم. شو مكتوب على الطاقية؟ ما مبينة عندي بالعكس. شو مكتوب؟ كريبي كابين. هاي هي أكلة. هيك كنت اكل من انا وصغير كتير. طيب شو بتخبرونا؟ شو عبالكم اغاني تسمعوها بالالبوم؟ شو عبالكم مواضيع نحكي عنها بالالبوم؟ بحبك لما بتبكي ونواحك نصر، عندك قلب بتفلي وما عندك نتفة صبر، جاير الله عليك تقولي شو السر بالاصل، فرق الله بيناتنا ومو شايف نقطة وصل. مرينا باسمك مرة والحكيوا عنك، شفت وجوهن ما بتتفسر وقالولي عنك، قالولي نساني واكتر وحبت بعدي وحبت اكتر، ودعت عقلبي يتكسر وشو طلع منك. وجوري يا حزان علي جوري، ولك حزني بكبر اصولي، ملعون بيو للعمر. بدنا سيشي وانا كمان بدنا ايه الو بدنا نسمع شي سهلة. شبك عكيت. بدنا سيشي. سيشي كربجت علقت، نعتبره تسريبة فيكم.
بس انه شو بدي سرب لسرب، عنا كتير اغاني. هاي قديه بتحبنا من 10 رح ياخدوك ميم زهلا صدقني. حفظتن متنمرين، حمادات حقراء. صورت شي غنية، المفروض عندي خلال اليومين الجايين تصوير أول كليب. شو بيبي انت وياه؟ بلش. يلا. طب كم غنية صارت جاهزة من الألبوم؟ جاهزة 100%؟ يعني لا، كلهم 5 جاهزة من الألبوم. ايه هلا بينزل خبر عاجل، انا عم بمزح معكم. يشاهد الشامي قبل ان يتم الحذف يقول لجمهوره الحقراء. تحب الريز ولا البوست اكتر؟ بحبكم انتو اكتر شي، بنزل الريل والبوست كرمالكم. هذا بيعرف يبيض طناجر قد ايه. هلا بس شو يا اخي، فضفض لي يا دورني. جوعان؟ عادي فيك تقول، وانا كمان طلبوا. شو بدكم تاكلوا؟ بطاطا الخيال. بطاطا الخيال. عندي هون رفقاتي كلياتهم اخواننا صايمين هلا، فصار لهم 50 يوم عايشين. لا قد ايه لكم بالضبط؟ شي 40. 40 يوم، وانا صايم معهم لانه انا كل يوم معهم بالاستديو، فكل يوم عم ناكل بطاطا الخيال. وبكل عين وقحه بسالهم شو بدكم تاكلوا. في واحدة عم تقلك اعمل لها حفلة ببيتها لأنه ما فيها تحضر حفلاتك بعمرك. أنا بس بدك صحة وهنا قلبك. في خزان أحزان. شو في خزان أحزان؟ شو تتوقع أكتر أغنية تضرب عن جد؟ ما سألتك. سميه. ايه سمي شو. بسم الله. في أكثر من واحدة. سمي. بيبي. تتوقع أكتر واحد تضرب بيبي؟ أكثر واحدة هاي. وين الخطأ؟ عن جد؟ برافو. ليك أنا بتوقع عايش لعيونك، خلينا نسميها. اوكي هي. بتوقع عايش لعيونك هي من أكتر ما حيضرب. بتوقع، ما بعرف، بس بغض النظر يعني هي أغنية كتير حلوة. وبتوقع أبو الجابة. ايه لا بس أنا سميت أبو الجابة، هي اسمها أبو الجابك. كيفك أنت؟ غير غنية. 100%. عايش لعيونك. ايه اسمه عايش لعيونك، حلو اسمه. طبعا. خدي اسمي وضل بتسمي. هي كمان رح تضرب. نادي أربعينكي لتحدى شباهك كلن، ولا في مثلكي ولا بالعيون التقتل. ضل تدلع. ايه ضل تدلل وانا متدمر، قولي طبعي هيدي ما، واذا قلبك مرة رفرف بالغلط قلبي ما بينام. بحضرلكم اغاني كتير حلوة على فكرة. ايه الو، مش عارفين شيء. ايه لا لا لاند، بس وحياة الله مبسوط فيهم كتير.
انه ما خبرتهم انه عندي لايف وهيك فتحت فجأة وقاعد 17,000 عم يتحمل سألتي انه حياة الله انا امي ما بتحملني نص ساعة. كارت طب بشرفكم تسألوني شي سؤال غير اقول اسمي. انت هو فنان بالعالم ميرسي. برني ربك برني ربك شو بطل. قول فاطمة زينب. فاطمة زينب ممكن ترد لي متابعة ممكن ترد لي متابعة ممكن ترد لي متابعة. عبود بتحب الشتوية؟ صراحة هي الشتوية لا بس أنا بحب الشتوية كرهتنا ليه؟ بس هي الشتوية مش طبيعية يعني كان مش مطر ما بعرف فجأة نكون ماشيين صيف فجأة الدنيا تجن. اوعى ضوي كتير ها في حب وشي ببين. مين هيك؟ حلو الضوء. حاس حالي فاتح لايف على تيك توك على كبسه كبسو علق 10 مردودة. بس كتير ضويت انا بقلق هيك. خفف خفف ايوه ايوه طفي. نعم بمزح حلو كتير الضوء. هو عادي زدتولي اسد ورودك زدتولي اسد بكسر بيضة على راسي. عرفت برو كيف بخسر عالم انا؟ مش العالم. ليش عقلان؟ قال ليش عقلان؟ انا هلا عقلان. تخيل كيف كنت السنة الماضية كل لايف كنت اخسر شي 12 شخص. ليه ما عندك علاقات عامة؟ خسرتهم اللايف الماضي. شو الحق؟ لساتك مكتئب ولا تغير مودك شوي؟ تغير مودي للأسوأ. ميمي ولدت؟ والله ما بعرف. هلا انا تاركها بالبيت وهي بتولد لحالها رواق. بجوز ارجع باي وقت لاقي 6 اولاد 6 قطاط. انا بوحدة مش مخلص. زدتولي 4 اسود نزل اول غنية. شو بيقول عبود للشامي؟ برني ربك شو بطل. ليش أدنيك كبيرة يا أخي؟ والله هو شغل الضوء. أدنية مو كبيرة بس جاي الضوء من فوق يا أخي. يا أخي ليه متنمر أنت؟ شيل الكاسكيت ورجينا شعر. مالك مصلحة. احنا سبب كآبتك؟ لا والله انتو سبب ساعات تعرفت؟ ما طلعت. لا عن جد انتو سبب سعادتي بالحياة حياة الله. ما بلاكم شو بسوى. عملنا النجاحات مع بعض وكبرنا مع بعض ومرق الوقت مع بعض وبشتغل لكم أغاني وبورجيكم وبسمع لكم بسمع لكم. الخيال. لا اطلبوا لي بطاطا معكم خلاص بصوم معكم اليوم. والله العظيم مش دايق اللحمة ولا الدجاج اليوم. لا بطاطا مش عم ربحك جميلة أنا مش باكل بطاطا عادي. شركاء النجاح والله أنا بلاكم شو بسوى والله ولا شي. ورني ربكم. اطلب لي بطاطا مع نحن بنسميها السلطة الروسية. انت حتفهم علي. مظبوط. هي ايه
بالصوم بيقولوا لها سلاد روس. انتوا الفرنشيز ما بقى شو ممكن ياخد سلاد روس. شو اسمه؟ كولسلو عنده. كول سلو اسمه؟ بأمرك ايه بأمرك انا هلا باكل سلو. جود كويستشن. هتيجي مصر تاني؟ طبعا هاجي مصر تاني. هو ينفع اني ما اجيش مصر مرة تانية؟ هي طلعت معي جملة كاملة بالمصري. مش عاجبك؟ طب طلعني. شهيتنا على البطاطا معلم. بطاطا مع سلطة روسية وكاتشب مايونيز. الخيال. الحلم. عامل رجيم عم تاكل بس بطاطا؟ ايه نو رجيم. الرجيم صار زمان ما سمعت كلمة رجيم. دايت. ايه كارل. مين؟ علي. نور يا اخي. حلو راسك وين قاصص؟ والله بشيل كبة. يلا بس تجي الحجة تسلخ لنا أكلة كبة مقلية كبة مشوية وأمورنا بتصير عسل. اتجوزنا نخلص منك. لا يا حبايب أنا ما عم جوز كرمالكم مش عم ضل فاضي وأموري بخير وراسي برتاح. نصحان عبود فكرة من سلي عافيتي. عم تختاروا أي نوع بطاطا؟ هيك حسيت أنا. ليش فاتح لايف بدون ما تخبرنا؟ بحب المفاجآت. أعملكم مفاجآت حلوة. والله اشتقت لكم. هيك خطر عبالي انه ما عم طلع عليكم ما عم ننبسط. قلت بفتح معكم لايف بنبسط فيكم بتساءل عليكم شوي بتساءلوا علي شوي نغير جو الحياة تصير عسلته. شو أكتر غنية بتحبها من أغانيك القديمة؟ شو قصدك بالقديمة؟ القديمة قبل يعني القديمة قديمة أوكي. إنه تشيل كتير بتعنيلي. سميتك سما كتير بتعنيلي. كتير حلوة الغنية. أنت متزوج؟ لك يا أخي أنا شكل واحد متجوز. أنا في مرة بتحواني بهالحياة اللي عايشها استوديو كل وقت. اشتقنا لللايفات طويلة. هي عامل لك لايف طويل خير الله. أقول ابتهال. ارتعفت خانات أنا ورفيقتين حكت عليك بطل يقبرني ربك رمون. أعطينا معلومة ما بنعرفها عنه. في شي ما بتعرفوه عني؟ بكون طالع على السوبر ماركت بلاقي صوري عندكم على الحسابات. أنا عبالي معلومة واحدة ما تعرفوها عني. وزع علينا سيارات. لو مين فكريني؟ امتى الغنية؟ إذا الله راد من هون ل10 أيام ببلش الإطلاق. حليف إنك ما نزلت على بيت أبو إبراهيم سرقت الدهبات. ماشي عازمك على فخاد البطاطا. بشيل حسانه ومالك كفو هلا تعمل فخاد البطاطا وتجيب على الاستوديو. ما بيعملها قسما بالله مشتاق للدجاج على بطاطا اللي بيعملها حسان. تفش القلب. ما بيعملها يا برو بتجي حامضة والدجاج عنده يا زلمة شو طيب اللي بيعملها. ايه انت مرة رحت معنا لعنده على البيت. ليك حسان اذا بتسأله شو موهبتك غير الاخراج بيقول لك بعمل دجاج على بطاطا. بس انه الطبخ بشكل عام.
بطاطا بطاطا بطاطا. ماشي. تعال عندي بعمل لك كوسه بلبن. ها هلا بلشت الحكي والمصالح والاستفادات المضبوطه. ليش ما عم تغني قربان بالحفلات؟ لانه صرنا بنرفع الراس وعنا اغاني ما منلحق نغنيهم كلياتهم بحفله واحده. صاروا كتير كتار، صار عنا ارشيف كتير كبير، مش كتير كبير يعني، بس انه ما بكفي نغنيه كله بحفله. ف عم بختار هيك الاغاني اللي منتشره اكتر للكل يغني معي. وان شاء الله يا رب يكبر الارشيف اكتر واكتر، ويكون في اغاني حافظينها اكتر واكتر، وبعدنا باول الطريق، ورح نقدم عشرات الاغاني يلي حتحبوها وتنجح يا رب بمحبتكم باذن الله. مسوي لك ملوخيه. اوه يا برو، انا عم بيعذبوني هدول الجماعه. انا قديش لي مو اكل طبخ. صار لي شهر، لا اسبوعين مو اكل طبخ. شو في غنية بكيت انتو عم تسجلها؟ شو في غنية بكيت انا عم سجلها نون؟ اوه يا لطيف شو كتار. شو في اغاني ما بكيت هسه يا عمي شو كتار يعني. بس في واحدة هيك بتذكرها. في واحدة مش نازل من النازلين بعتقد بعد مش نازلين، لانه اللي ببكي فيهم ما بنزلهم. شو حديث الدراما بعدين؟ شو دخل فيني انا؟ شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ ايه خشوع. في عندي غنية قديمة كنت منزلها اسمها خشوع، بقول فيها ما سندني الا الليل وبس لخرك واحدة. كنت عم سجل بالبيت برو، وما سندني الا الليل، وفي سكتة بالبيت اصلا. هون شو بدي اعمل؟ بكيت. بين ما يرجع بس البيت. رواه الحياة حلوة الحمد لله رب العالمين على كل شيء. ايه بداية الغنية بقول ما شدني حضن ولا شدني حضن. ما شدني حضن، مش انه ما شد، هي لعب على الكلام انه ما شدني حضن ولا شدني حضن. والله بيطلع مني فنان اذا بشت هيك همت شوي، ممكن صير مثل الشامي مع الوقت يعني. ما بتعرف لا مثل الشامي ما حدا بيصير. شو بعرفك يا خي، بركي صرت جارب ان شاء الله يا رب. وخليك عم تجرب. الكل بده يصير مثل الشامي. وقفت علي وقفني كار طفي اللايف. اخ انا انبسطت فيكم كتير، بحبكم كتير، يقورني ربكم يا احلى عالم بالعالم، يا اخواتي انتو، يا احلى جمهور بالكون، يلي داعميني وواقفين بظهري، ويلي عم تعملوا كل شي بالحياة لحتى توصل موسيقتي للكون. بحبكم، ممنون لانه انتو بعدكم هون ودايما هون ودايما بظهري، بالسراء والضراء، وقت بتدافعوا عني، وقت بتفرحوا فيه. فيقبل حاج تهز بالكرسي يا زلمة. عم بحكي شي درامي جدا. يقبرني ربكم، بحبكم كتير، انتبهوا على حالكم. وهيك كل ما حسيت انه انا نتسلى مع بعضنا ونغير جو وهيك وحركات، بفتح لايف معكم وحنزل لكم اغاني حلوين وكليبات حلوة. خلص لازم اروح. باي يا حلوين، باي باي.